ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025 حقق المنتخب المغربي فوزا كاسحا بنتيجة 7 أهداف دون مقابل على منتخب ليسوتو في مواجهة جمعت الفريقين على الملعب الشرفي بوجدة. ففي الشوط الأول بدأ المنتخب المغربي المباراة بحماس واضح، واستغل السيطرة على الكرة لفرض أسلوب لعبه. الهدف الأول جاء سريعا عن طريق سفيان رحيمي بعد تمريرة مميزة، ما فتح الطريق لتسجيل المزيد. تميز الشوط الأول بتنوع الهجمات وسرعة الأطراف عبر عبد الصمد الزلزولي وإبراهيم دياز. أما في الشوط الثاني عزز المنتخب المغربي سيطرته ووسع الفارق ب4 أهداف إضافية. التنظيم الدفاعي لليسوتو انهار تماما، مما سمح للمغرب بتقديم أداء استعراضي أمام جماهيره. تألق كل من نصير مزراوي وسفيان أمرابط في تسجيل الأهداف وإكمال السداسية. أما بخصوص تحليل الأداء ففي خط الهجوم أظهر المنتخب المغربي تناغما كبيرا، وبرزت مهارات الزلزولي وإبراهيم دياز في خلق الفرص والتسجيل. أما في خط الوسط قدم أمرابط وعز الدين أوناحي أداء مميزا، حيث سيطرا على الرتم ووزعوا الكرات بشكل مثالي. في الدفاع رغم قلة التهديدات من ليسوتو حافظ نايف أكرد ورومان سايس على التماسك، مما سمح لبونو بالحفاظ على شباكه نظيفة. نجم المباراة هو إبراهيم دياز الذي سجل وصنع أهدافا كان نجم اللقاء بلا منازع. قدرته على قراءة اللعب والتحرك بين الخطوط أضافت عمقا هجوميا مميزا. ففي الختام المنتخب المغربي قدم عرضا ممتعا، وأكد مكانته كمرشح قوي للبطولة القادمة، مستفيدا من عناصره الشابة وتجربته القوية على الساحة الإفريقية.